مفيش رئيس جاليه مصريه في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في اي دوله اوروبيه. مفيش حد بيمثل المصريين بجميع فئاتهم وكوادرهم العلميه والعمليه غير السفاره او القنصليه في كل دوله اوروبيه. زمان قوي كان في عمده مصريين ورئيس جاليه، دلوقتي مفيش حاجه اسمها كده، وروحوا السفاره او القنصليه واسالوا هيقولوا لكم مفيش الكلام ده. الناس اللي بتطلع على النت تقول انا كذا وانا كذا، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. مرض التكبر مش قادر يسيبهم ولا قادرين يطلعوا من قوقعه الباشا راح والباشا جه، مع ان البشويه انتهت من زمان قوي. المصريين موجودين في اوروبا في كل المجالات، علميه او عمليه، وبكل فخر طبعا. تحياتنا لكل عامل مصري محترم بيشتغل هنا في المقاولات او في اي مهنه. انت تاج على راسنا كلنا وعلى كل مصري، وانت فخر بلدك في الغربه. الجانب الثاني العلمي اللي هم اساتذتنا في الجامعات واطبائنا ومهندسينا، وفينا ضباط مصريين وناس شغالين في مناصب عاليه قوي سواء في جهات خاصه او جهات حكوميه في فرنسا او في ايطاليا او في اوروبا. فمش هيطلع اي حد يمثل الناس دي كلها غير السفاره او القنصليه. مفيش حد بيمثل المصريين في اي دوله اوروبيه غير السفاره والقنصليه. وانا كمصري هنا محدش بيمثلني في اوروبا غير السفاره بتاعتي او القنصليه بتاعتي. هي الجهه الحكوميه الرسميه الوحيده اللي بتمثلني كمواطن مصري. اي حد من اللي عامل نفسه رئيس وعمده مش عاجبك كلامي اطلع اعترض، ده لو تعرف تعترض على اللي انا بقوله، لانك ما تقدرش تقول غير كده. الجزء الثاني اللي عاوز اتكلم فيه جزء الجمعيات. ومن حق اي حد بيعيش في ايطاليا او في اي دوله اوروبيه مع اقامه الدوله يروح عادي طالما ما عندوش مشاكل سياسيه او جنائيه في الدوله اللي هو عايش فيها، يعمل اي جمعيه، وده ملوش علاقه بالحكومه المصريه ولا بالسفاره المصريه ولا بالقنصليه المصريه. ده حقك في الدوله الاوروبيه اللي انت تحمل اقامتها وعايش فيها. افتح جمعيات زي ما انت عاوز. جمعيات ليست جهة رسمية، ولكنها جمعية بتساعد على الاندماج في المجتمع. حاجة قانونية كده الدولة بتديها لك عشان لو عاوز تساعد المهاجرين على الاندماج برحلات ثقافية، تعليم اللغة، حفلات، اغاني، حاجات زي كده مش اكتر. طب هل الجمعيات دي تقدر تساعدك في شغل او سكن؟ ما تقدرش تساعدك، ولكنها ممكن تديك المعلومات اللي من خلالها تساعدك على شغل. يعني ممكن يبعتوا معاك مترجم، عندك مشكلة في جهة حكومية يبعتوا معاك حد من عندهم بيتكلم اللغة. ليس إلا ولكنهم كجهة ليس لديهم أي سلطة نهائيا لاتخاذ أي إجراء قانوني في الدولة اللي هو عايش فيها، ولكنه موثق من الدولة بيساعدك زي أي جمعية في مصر عادي. مفيش أدنى مشكلة. أي حد في مصر ممكن يفتح أي جمعية كمواطن مصري عادي، مفيش مشكلة. ليه الوش ده وليه أصحاب الجمعيات مستحملين وجايين على نفسهم أو كده؟ أولا عشان مستفادين كتير جدا من الدولة. الدولة بتساعده في حاجات كتير جدا، وبيجي آخر السنة ممكن تشيل له جزء من الضرايب، وساعات بتشيل الضرايب كلها. وفي بعض الجمعيات اللي بتقدم ان هي عملت اندماج لبعض المهاجرين وبتجيب امضاءاتهم وبتصورهم فيديوهات وحاجات زي كده وبتثبت للدوله الفرنسيه ان هي بتساعد فعلا، فساعتها بيقدموا على طلب ياخدوا فلوس من الدوله كمساعدات للمهاجرين، والدوله فعلا بتوافق وبتديهم كل الكلام ده، وكمان بتعفيهم من الضرايب لانهم مؤثرين في المجتمع. عاوز افكرك ان اغلب اصحاب الجمعيات دول عندهم شركات بطيموف اللي عندهم مطاعم، فكده كده مستفيد. فالوش اللي هيجي له في اخر السنه مش هيدفع ضرايب، ومستفيد علاقات وحاجات كتير جدا. نتكلم على الجنسيات التانية، عندهم جمعيات زي المغاربه والتوانسه والجزائر والسوريين. عمرنا ما سمعنا عن واحد طلع قال لك انا رئيس الجاليه السوريه او المغربيه او التونسيه او الجزائريه او انا عمده الجزائريين. الناس دي بتساعد في صمت لانها عارفه ان الدوله بتساعدها، فعاوزه تساعد الناس في صمت على قد ما تقدر بما هو مخول لهم ضمنا للقوانين الفرنسيه او اي دوله اوروبيه تانية. يعني من الاخر اصحاب الجمعيات التانية عارفين ان هم مستفيدين من الدوله، فعاوزين يفيدوا الناس على قد ما يقدروا عشان كل سنه يستفادوا اكتر. فيد واستفيد، وده مش عيب خالص، ولكن بيفيدوا جنسياتهم ولاد بلدهم على قد ما يقدروا. اكبر نظره عنصريه ممكن تشوفها هنا في اوروبا هتلاقيها من اصحاب الشركات الكبار قوي او اللي عندهم جمعيات. يبص للمهاجر اللي جاي غير شرعي ان هو امعه، انت خربت البلد، بوظت ايطاليا، بوظت فرنسا، انت جاي غابات، انت جاي طريق غير شرعي، انتوا اللي خربتوا البلد. باذن حضراتكم البنوك اللي بنيجي نفتحها في باريس، اول ما جيت افتح بنك اول ما شافوا باسبوري مصري وغربيه كده، طبعا احترامنا لاهل الغربيه ما رضوش يفتحوا لي بنك. ولما جيت مدينه ثانيه فتحت عادي كل البنوك اللي انا عاوز افتحها. ونفس الكلام في ايطاليا، يجي يفتح اكونت بنك ما يفتحش عشان هو مصري، لانهم عارفين ان سمعه ناس قديمه بقى لها سنين في الدوله سرقوا بنوك في ايطاليا وسرقوا شقق في ايطاليا وسرقوا بنوك في فرنسا وخدوا قروض كتير جدا. عاوز انهي الفيديو بتاعي بحاجه مهمه جدا. عاوز اسال الناس القديمه في البلد، مين اللي خرب البلد؟ القديم ولا الجديد؟ السؤال ده مهم جدا. الاغلبيه الحراميه الكبار سرقوا البنوك من زمان قوي وخدوا قروض وما سددوهاش هنا في فرنسا، فعملوا سمعه لمحافظه كامله بسبب ان هم خدوا قروض وما سددوهاش.
فمين اللي خرب البلد؟ عاوز اسال سؤال، هو الشباب الصغير هو اللي فتح شركه تقطيع واول ما تتفقس للحكومه يقفلها بعد سنه ويعلن افلاسه وبعد كده الدوله تاخد عنك سمعه وحشه؟ بالنسبه للناس اللي في ايطاليا، الشقق اللي انتوا خدتوها قروض من البنك زمان وما سددتوش، مين اللي بوظ سمعه المصريين؟ الصغيرين ولا القدام؟ وعشان ما عممش، في ناس محترمه كتير قوي وكلامي ليس للتعميم، واللي على راسه واضحه يحسس عليها. اخر سؤال عاوز اساله، الشباب اللي بتنصب عليهم دول ما بتقفوش جنبهم ليه؟ السؤال اللي بعده، اصحاب الجمعيات والاتحاد الافريقي والاتحاد السكندري والاتحادات دي كلها، ليه ما تقدروش تطلعوا تتكلموا عن اليوميات او عن لو واحد اتنصب عليه معاه ورق او ما عندوش ورق يعمل ايه؟ ليه بتخافوا تطلعوا تقولوا لو واحد منصوب عليه ومعاه ورق يروحوا القرصاف او الاسبكتار رافاي ويعمل 1 2 3؟ ليه بتخافوا تطلعوا تتكلموا لو واحد مهاجر غير شرعي اتنصب عليه من اي واحد هنا في الاراضي الفرنسيه يروح البرضم وهو يجيب حقه بخطوات 1 2 3؟ ليه خايفين تطلعوا تتكلموا عن الحاجات دي؟ عشان كلكم عندكم شركات فخايفين تطلعوا تتكلموا على اصحاب شركات زيكم، فعلى طول يفضحوكوا في الغسيل والتقطيع بتاعكم. الا من رحم ربي طبعا يا جماعه، في ناس محترمه قوي. الناس الكبيره تطلع تقول عملتوا الفلوس دي كلها ازاي في وقت قليل؟ اصل النهارده الشاب بيطحن 5 سنين عشان يجمع مليون ولا 2 مليون جنيه بالحلال، وبرضه بشوف هنا اصحاب شركات ناس محترمه قوي بتجمع ال 2 مليون او المليون مثلا في سنه وصاحب شركه بالحلال كده. انتوا بقى الملايين اللي بيجيبوها في اقل من سنه دي، ما تفيدونا كده بتجيبوها ازاي عشان نعمل 5 6 مليون زيكم كده؟ وفي النهايه كلامي لم اختص بيه اي احد نهائيا، ولكن اللي على راسه واضحه يجيب ميكروكروم ويعالجها كويس. في النهايه برضه هقول في ناس محترمه وناس كويسه، والكلام اللي بقوله مش للتعميم، في ناس محترمه كتير جدا، ولكن للاسف السيئين هم اللي باينين وعاملين فيها اولياء الله الصالحين. من الاخر، ولا في رئيس جاليه ولا في عمده مصريين. وعاوز اي واحد قبل ما يطلع والنبي قارن نفسك بعلمائنا اللي هنا واطبائنا، واظهر السي في بتاعك وقول لي انت مين وعملت ايه للمجتمع في مصر، ومتعلم ومعاك ماجستير ولا دكتوراه وعملت ايه في فرنسا وبتدي محاضرات في انهي جامعه، ولا انت دكتور في اي مكان، مكانتك العلميه ايه، علشان النهارده ترأس جاليه فيها كوادر علميه لو قعدت تحلم طول حياتك ما تعرفش تجيب شهاده واحده من اقل دكتور في اي جامعه هنا في اوروبا. في النهايه السفاره المصريه او القنصليه المصريه قالت كلمتها في هذا الموضوع. لا يوجد من يمثل المصريين في اي دوله اوروبيه، فالسفاره والقنصليه، وتحيا سفاره بلدي وقنصليه بلدي، هي الجهه الرسميه الوحيده الحكوميه التي تمثل مصر في اي دوله اوروبيه. واللي عنده اعتراض اطلع اعترض عادي مفيش مشكله. عاوز اقول كلمه مهمه جدا، سؤال للناس الكبار، بتدفعوا الضرايب ولا بتتهربوا منها؟ عاوز اعرف بس السؤال ده، معلش. تدوا الدوله حقها اللي انتوا عايشين فيها وبتاكلوا من خيرها ولا ايه؟